إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتوصل بالجديد لحظة نشره فعلوا خاصية الجرس. السلام عليكم خوتي العزاز، الناس اللي باقي ما اشتركوش في قناه جو فوت بريس يمكن لهم يدعمونا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش دائما الا حطينا شي فيديو يوصل عندكم نتوما الاولين. كما شفنا خوتي الاعلام التونسي وشنو قالوا على وليد الركراكي مدرب منتخب مغربي، وايضا الدراري ديال المنتخب محترفين، وهو يعني واللي تيلعبوا في المغرب كلهم غادي ان شاء الله وليد الركراكي يديهم يتفرجوا في النهائي في مباراه العوده ضد الاهلي المصري، وهذا غيكون حافز كبير للفريق الوداد البيضاوي انه غيشوف دوك الجماهير كاملين وغادي يزيد يشوف معاهم المنتخب المغربي وليد الركراكي تيشجعوهم، فغادي يعطيو ان شاء الله كل ما عندهم. وكما شفنا الاعلام التونسي قال لك بان الوداد البيضاوي امام الجماهير ديالو، قال لك جماهير رائعه ديال الوداد البيضاوي، فما يمكنش قال لك الوداد انه يخسر قدام هاد الجماهير. فتنتمناو اخوتي فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله يحمر لنا وجهنا ويحافظ على اللقب ديالو، وبغينا الثالثه تكون عاوتاني على حساب الاهلي المصري من بعد داكشي اللي دار الاعلام المصري. فالصراحه خاص الوداد البيضاوي يحمروا لنا وجهنا باش عاوتاني يخليهم يزيدوا يبكيو ودائما دموع كيف العاده. خوتي الاعزاء تبارك الله عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد. ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم في التعاليق على وليد الركراكي وعلى هادشي اللي غيدير بانه غيدير المنتخب المغربي، رغم انهم في الاستعدادات ديال المباريات اللي جايين، جوج مباريات، وحده وديه وحده ديال اقصائيات كاس افريقيا، ومع ذلك يعني غيخليو المعسكر وغيجيو يساندوا الوداد البيضاوي. هذه هي الروح الوطنيه ديال المغاربه. خوتي الاعزاز تبارك الله عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.